النهاردة إن شاء الله نكمل شرح المادة الأولى من باب التعريف والأحكام بند 4 من قانون عمل مصر الجديد رقم 14 لسنة 2025. والنهاردة هنعرف الأجر، ويعني إيه الأجر الأساسي، ويعني إيه الأجر الشامل، ويعني إيه الأجر المتغير. اتفضلوا معايا. السلام عليكم. النهاردة بإذن الله هكمل شرح المادة رقم 1 بند 4 من قانون العمل المصري الجديد. وهو بيعرف لنا الأجر بكل بساطة هو كل ما يحصل عليه العامل نظير شغله، سواء مادي أو عيني، ويشمل الأجر الأساسي والأجر المتغير. الأجر الأساسي هو الأجر المتفق عليه في عقد العمل بين صاحب العمل والموظف، لكن الأجر المتغير هو كل أجر إضافي بيزيد على الأجر الأساسي للعامل، طبعا زي العمولات، زي المكافآت، زي المنح، وهنشرح. طيب، أول حاجة هنتكلم عليها في الأجر المتغير هو العمولة. العمولة بكل بساطة هو أجر زيادة بياخده العامل أو الموظف أما بيحقق مبيعات معينة. يعني إيه؟ زي مثلا البياع في محل الملابس، دلوقتي صاحب العمل بيقول له أنت لو بعت دلوقتي كل قطعة تبيعها هديك مثلا 50 جنيه فوق مرتبك، أو هديك نسبة مثلا 2% من سعرها. من الأجر المتغير اللي ذكر القانون برضو العلاوات دي فلوس زيادة بتنزل على المرتب الأساسي للموظفين، ودي لأسباب معينة، زي مثلا العلاوة الدورية اللي بتنزل كل سنة للموظفين علشان تزود مرتباتهم شوية. وكمان في علاوة غلاء المعيشة، زي الظروف اللي احنا عايشين فيها دلوقتي والدنيا غالية جدا، فالشركات بتنزل علاوة غلاء معيشة عشان الناس تقدر تسد قدام الغلاء في الأسعار. تالت حاجة في علاوة تشجيعية، دي بتديها الشركات للموظفين علشان يزودوا من طاقتهم وحماسهم في الشغل. ومن كمان الأجر المتغير ذكر القانون المنح زي كده بالبلدي العادية اللي بتديها الشركات للموظفين بتوعها عشان في مواسم معينة، مناسبات معينة، علشان تساعدهم على المصاريف المناسبة دي أو المواسم دي، زي بالظبط منحة العيد الأضحى والفطر، وزي منحة المدارس علشان تساعدهم ان هم يشتروا هدوم المدارس والكتب والشنط والحاجات الخاصة بالمدارس. وكمان منحة رمضان ممكن يدوها فلوس، ممكن يدوها شنط رمضان. وفي شركات برضو بتدي منح المولد النبوي الشريف، وساعات بيدوا فلوس برضو، ساعات بيدوا حلاوة المولد. من الأجر المتغير اللي بيتكلم عنه القانون المكافآت، ودول الموظفين معينين بيتميزوا في حاجات معينة، زي الموظف المجتهد في شغله بيجي في مواعيده مظبوطة، وشغله بيكون مختلف عن الآخرين، ده بيبقى بياخد مكافأة ومن حقه جدا. وفي كمان موظفين بيمسكوا مشاريع معينة وبيخلصوها قبل ميعادهم، ده من حقهم كمان مكافأة. وفي موظفين بيبقى عندهم أفكار جديدة بيعرضوها على الشركة، بتوفر للشركة من الوقت والفلوس من كتير جدا، ده من حقهم مكافأة كمان. وفي كمان موظفين بيبقى بينقذوا الشركة من مشاكل كتيرة جدا، وده كمان من حقهم مكافآت. من الأجر المتغير اللي بيتكلم عنه القانون البدلات دي فلوس بتديها لك الشركة تعويضا ليك عن المصاريف اللي انت بتصرفها أو المخاطر اللي انت بتتعرض ليها نتيجة الوظيفة بتاعتك اللي انت بتقوم بيها، زي مثلا بدل المواصلات، بدل السكن، بدل المخاطر. كل ده انت من حقك اللي انت تاخده تعويضا ليك عن تعبك في المكان والظروف الصعبة اللي انت بتعيش فيها في الوظيفة اللي انت بتأديها. ومن الأجر المتغير اللي ذكره القانون النصيب العامل من الأرباح. طبعا دي فلوس بتتوزع على العمال والموظفين لما الشركة بتاعتهم أو المصنع بتاعهم بيكسب وبيحقق أرباح، وطبعا ده بفضل الله ثم مجهودهم هم، فلازم يكون لهم نصيب من المكسب ده. وطبعا ده مش بمزاج صاحب العمل، ده بحكم القانون، وبتسمى الأرباح السنوية. طبعا كل آخر سنة المصنع أو الشركة دي بتحدد هم صرفوا قد إيه والمكسب قد إيه، والأرباح اللي كسبتها أو كسبها المكان ده قد إيه، علشان يتم توزيع نسبة معينة على الموظفين والعمال اللي تعبوا وسهروا واشتغلوا على المكان ده لغاية ما حقق أرباح.
ومن الأجر المتغير ذكر القانون مقابل الخدمة، ودي نسبة مئوية بتضاف للفاتورة في بعض الأماكن السياحية والفنادق والكافيهات والمطاعم. زي بالظبط ما بيجي لنا ريسيد وفيه 12% خدمة، ودي بعد كده بتتوزع بشكل قانوني على الموظفين اللي في المكان ده. من الأجر المتغير ذكر القانون برضو المزايا العينية، ودي خدمات بتقدمها الشركة للموظفين بتوعها تسهيلا ليهم، يعني زي بالظبط اليونيفورم اللي بيقدموه لهم، والخطوط التليفون والوجبات وأتوبيسات الشركة والتأمين الصحي أو التأمين الطبي اللي بتقدم للموظف، وساعات كمان هو وأسرته. وفي النهاية نقدر نعرف ان الأجر الأساسي مضاف إليه الأجر المتغير، بيكون في النهاية اسمه الأجر الشامل. والأجر الشامل في الآخر هو اللي بيبنى عليه حاجات كتير وحقوق كتير للموظفين، منها تعويضات نهاية الخدمة،